السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نطرطيو واحد الموضوع اللي هو شائك جدا، كيعانيو منه بزاف وليداتنا وكنعانيو منه حتى حنايا وكيعانيو منه الأغلبية، ألا وهو فقر الدم. يعني غادي نشوفوا اليوم اشنا هو هذا فقر الدم، شنا هي الاسباب ديالو، اشنا هي المضاعفات ديالو الا ما عالجناهش، وكيفاش يمكننا نعالجوه، وشنا هي التغذيه الصحيحه والحميات اللي خصنا نديرو باش حنا نقدروا نتغلبوا على هذا فقر الدم وترجع الصحه ديالتنا مزيانه. دونك شنا هو هذا فقر الدم؟ فقر الدم هو واحد العدو اللي كيهلك الجسم ديالنا بصمت. وكيفاش كيتعالج وشنو خصنا ناكلو. الوغ شنو هو فقر الدم بعدا كاين؟ دونك فقر الدم هو واحد الحاله فين كيكون نقص في الكريات الحمراء اولا في الهيموغلوبين، وهذا الشيء كيخلي الاكسجين ما كيوصلش مزيان للجسم ديالنا، وكيبان تعب علينا بزاف في الذات ديالنا وحقا ما درنا حتى شي مجهود. اكثر نوع منتشر هو فقر الدم بسبب النقص ديال الحديد، لانه هو فيه انواع، دونك اكثر نوع هو بسبب نقص الحديد. علاش كيوقع فقر الدم؟ فقر الدم الاسباب ديالو هي يا اما نقص في الحديد في المأكولات، يعني التغذيه ديالنا ما كتكونش ايكيليبري، ما كيكونش فيها الحديد، او لا نقص في الفيتامين بي 12 او لا حمض الفوليك. النزيف بعض المرات كتكون سيرتو عند البنات، كيكون النساء عموما، يعني الدوره الشهريه القويه، او شي واحد كيكون عنده البواسير لي زيمورويد، ولا شي واحد كتكون عنده قرحه المعده ولا كاع بيرفوراسيون وكيعود عنده نزيف داخلي وهو ما عارفش. وفتره الحمل والرضاعه عند النساء، اغلب النساء كيعانيو في هذه الفتره حتى هي من فقر الدم. وكاين مشاكل في المعده والامعاء اللي كتعطل الامتصاص، وامراض مزمنه بحال مثلا الناس اللي عندهم الكلاوي، يعني عندهم الكلاوي مرضين ليهم كيكون بزاف مصاحب مع كيكون عندهم حتى فقر الدم. عند النساء السبب الكبير هو الحيض مع تغذيه ناقصه ضعيفه، وسيرتو في هذه المرحله. الوغ دابا نجيو نشوفوا شنو هي الاعراض ديال هذا فقر الدم، يعني اشنو كيبان علينا منين كيكون عندنا فقر الدم في الذات ديالنا. الوغ كيكون التعب، وكيكون الانسان عيان طول الوقت، كيكون شحوب في الوجه وصفرار، كيكون الدوخه والصداع، يعني كنسخف دغيا، ولا الا تمشيت بزاف ولا طلعت مع الدروج كيكون سخفان، كيكون ضيق في التنفس، كيكون ضربات القلب كتكون بسرعه، وكيكون الشعر كيتساقط لينا بزاف، وكيكون ضعف في الاظافر كيعودوا حتى هما تيتهرسوا لينا، وكيبردوا لينا يدينا ورجلينا بزاف وخاصه في البرد. الوغ دابا غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نعالجوا هذا فقر الدم. فقر الدم اول حاجه قبل ما نعالجوه راه خاصنا نديروا التشخيص. يعني التشخيص كيفاش غادي نديروا التشخيص؟ يعني نعرفوا واش فريمون نيت عندنا فقر الدم، ماشي غير يجي شي واحد يقول لنا راه عندك فقر الدم ونقولوا لا راه عندنا فقر الدم. خاصنا نديروا التشخيص. التشخيص باش كيدار بالتحليله ديال الدم، كنمشيو نديروا التحاليل ديال الدم ديال الهيموغلوبين، ديال الحديد في الذات، وديال لافيريتين، يعني كنمشيو نديروا التحليلات من بعد ما شفنا الطبيب بيان سور. الوغ العلاج ملي كنمشيو عند الطبيب راه طبيعي غادي يخرج لنا الدواء ديال الحديد، يعني بحال فيما فير، بحال بزاف ديال الادويه، او لي زومبول بيفابل ولا اي حاجه، المهم اللي يمكن لها تزود الذات ديالنا من الحديد اللي ناقص في الذات ديالنا. كيعطينا ايغالمون طبيب لا فيتامين بي 12 او حمض الفوليك الا كان ناقص. وفي الحالات الخطيره راه ممكن الواحد يحقن كاع هاد سميتو، او لا يدير نقل الدم، يعني لا ترانسفيزيون سانغين. يعني خاص هاد الحالات راه خاص الطبيب اللي يشخصها، وما كنديروش هادشي بوحديتنا، بل الطبيب اللي كيشخص الحاله والطبيب اللي كيعطينا الدواء. لان ما خصناش نمشيو نبقاو غير كناخذوا نشريو الحديد من لا فارماسي ونبقاو كناخذوا فيه غير هكا، لان حتى السيغ دوزاج راه غادي يعطينا مشاكل. يعني خاصنا دائما المراقبه بالتحليله. بالنسبه للتغذيه حتى هي خاصها تكون متكامله وايكيليبري باش تساعدنا على التغلب على فقر الدم. بالنسبه للتغذيه، المأكولات اللي غادي ناخذو خاصها تكون غنيه بالحديد، بحال الكبد، الكبده، بحال الكبده البقري، اللحوم الحمراء، السردين والطون، العدس والحمص، الحلبه الى كتستحملوها رغم الرائحه ديالها، السبانخ، الخس، التمر، الزبيب، كل شيء هاد الاشياء هي غنيه بالفاغ، الوغ يعني بالحديد.
ولكن كاين واحد الخطأ كيوقعوا فيه الناس بزاف، هو أنه تيكون تياكل تغذية سليمة أو غيش اون فيغ، ولكن عنده مشكل ديال الامتصاص في الأمعاء ديالو، يعني الأمعاء ديالو ما كتخليهش يمتص. باش نتفاداو هاد الحالة خاصنا نتناولوا لا فيتامين سي. لا فيتامين سي يعني خاصنا مع هذوك الأكلات اللي كنديروا اللي هي غيش اون فيغ، خاصنا نديروا معاهم البرتقال، عصير البرتقال ولا الحامض ولا الفراولة ولا الفلفلة الحلوة الحمراء ولا الخضراء. علاش؟ لأن هادو غنيين بلا فيتامين سي اللي كتساعد على الامتصاص ديال داك لو فيغ في الامعاء ديالنا. دابا اخيرا قبل ما نختم هذا سميتو خاصني نقول لكم شنو هي الاخطاء اللي كيديروها الناس بزاف وكتخليهم يبقاو مرض بهذا فقر الدم. كيشربوا اتاي او القهوه من بعد الماكله مباشره، وهذا الشيء كيمنع الامتصاص. كيحبسوا الدواء غير حيت حسوا براسهم بداو تيتحسنوا، غير كيبداو يتحسنوا شويه كيمشيو يقطعوا الدواء وما كيكملوش. الاعتماد غير على الماكله بلا دواء، ممكن يبقى ياكل الدواء يقول ليه خاصك غير الماكله، يقول ليه كل حلبه كل هادي كل عدس كل الباربا كل سميتو وبلا ما دير الدواء الطبيب. لا لا، هذا خطا. خاصو يستعمل الدواء ديال الطبيب وفي نفس الوقت يدير تغذيه اللي هي سليمه. الاعتماد قلنا غير على الماكله خاصو ما يكونش، خاصو يكون مواكب الاستعمال ديال الدواء. اخذ الحديد مع الحليب او الكالسيوم، هذه راه حاجه اللي هي خايبه، لان الكالسيوم كيمنع الامتصاص ديال الحديد وبحال قفل عليه الباب ما كيخليش يدوز. او لا ما كيقلبوش على السبب الحقيقي ديال فقر الدم، لان خاصنا نقلبوا على السبب، لان تقدر تكون عندنا شي ايموغاجي ما عارفينهاش، تقدر تكون الدوره الشهريه كتجينا بفيضانات بزاف، دونك خاصنا نمشيو عند الجينيكو باش نعالجوا هذا المشكل. يعني خاصني نعالج السبب. واشنو دابا كيوقع، يعني شنو هي المضاعفات اللي ممكن توقع لنا الا ما عالجناش هذا فقر الدم. من بين المضاعفات الخطيره هي ضعف في المناعه، كتولي المناعه ديالنا تري فراجيل، وكتولي اي مشكل جا ولا اي مرضى جات كتاخذنا كتشد فينا. كتوليو عندنا مشاكل في القلب، يعني الامراض ديال القلب الكارديوباتي، كتكون قله التركيز والنسيان، كيكون عند الدراري تاخر في النمو، وتيكون عند الناس الحوامل خطر على الام وعلى الجنين فتره الحمل وفي الوقيته ديال الولاده، ويقدر يكون عندنا حتى تعب نفسي واكتئاب. الوغ خلاصه القول هي ان فقر الدم راه ماشي مرض اللي هو سهل، راه هو عباره على انذار من الجسم ديالنا. اذا خاصنا نديروا ليه العلاج الصحيح، وخاصنا نديروا تغذيه مزيانه، وخاصنا نلتزموا بالوصفات ديال الطبيب ونراجعوا الصحه ديالنا ونتبعوا مع الطبيب ديالنا، وردوا البال اي حاجه قالها لينا، وردوا البال الماكله ديالنا ونعرفوا مزيان اشنو كناكلوا. دونك الا كنتي استفدتي من الفيديو ما ترددش انك تشاركوا مع الناس اللي تيهمهم الامر، ودير متابعه ودير لايك لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.